محدش فاهم يعني ايه الحرب الالكترونيه. الحرب الالكترونيه هي حرب نفسيه بالمقام الاول. خسائرها ممكن تبقى بعضها ماديه اقتصاديه، اضرب موقع الجزيره، اضرب موقع العربيه، اضرب موقع، يعني الجزيره والعربيه طبعا حصل لهم من الهاكرز في السنوات الماضيه الكثير من الاضرار. بيحصل اضرار ماديه، ولكن الاضرار الاهم هي اضرار النت اكتيفيست، هم نشطاء الانترنت بيقولوا كلمتهم. في الفترة الأخيرة والأول مرة وما حصلش كده عام 90 إن التعصب ينتقل ما بين الجمهورين المصري والجزائري إلى الساحة الإلكترونية في تعبير عن مشاعر المتعصبين. خلينا ما نكبرش الموضوع ونضعه في محله. مشاعر المتعصبين دي انتقلت إلى الإنترنت. المصريين ردوا على النيرف العالي للعناوين والمقالات الجزائرية وبعض ربما التعديات بضرب وقصف موقع الشروق اونلاين. والجزائريين مش هيسكتوا، عندهم هاكرز وقالوا ايه بقى؟ قالوا انتوا المصريين شاطرين في البرمجة لكن في الهاكينج انتوا مش قدنا، واحنا ناس الجزائر معروفين من زمان احنا بتوع الطيران، سلاح الطيران حتى كنا معاكم في 73، فهات يا عم سلاح الطيران على الموقع، اضرب يا جدع ايه مواقع عالميه مواقع دفاعيه. والمصريين سكتوا بعديها ما حصلش رد. القضيه مش ان انا ابقى يعني منشكح ان الجماعه الجزائريين ضربونا واحنا ضربناهم، بالعكس احنا عاوزين نوع من الرياضه. للاسف الرياضه عندنا في الوطن العربي، انا مش عاوز بس اتكلم كتير عشان معايا ضيوفي، بناخدها كجزء ترفيهي. الرياضه عندنا احنا بنتبسط للاهلي وللزمالك عشان بنشعر ان ده الجزء المتعه الترفيهيه مش المتعه الرياضيه بتاعتنا. لا نعشق الرياضه كرياضه، احنا نعشقها ان هي الامل في الديمقراطيه، الامل في الحريه، الامل ان انا بقول رايي هنا هوت وبستمتع. يبدو ان الحرب هدأت، لكن عاوزين نقرأ مع شباب المتخصصين اللي معانا في الرياضه الالكترونيه ماذا حدث الآن. أولا معايا محمد راضي، ومحمد راضي هو رئيس تحرير موقع الملاعب ومذيع أيضا في قناة الصحة والسكان. الصحة والجمال. الصحة والجمال. برنامجك اسمه إيه؟ الطريق إلى الأضواء. الطريق إلى الأضواء، ده إعلان أهوت ليك البرنامج بتاعك. معايا برضو أحمد علاء، وأحمد علاء لو أنتوا بتتابعوا المجلة الشبابية الأشهر هنا في مصر كلمتنا، هو ليه صفحه اسمها ملعوبه. صفحه ولا باب؟ لا باب كامل. باب كامل ملعوبه. وكمان على النت على الفيسبوك انت عامل ايه في جروب ملعوبه على الفيسبوك. جروب ملعوبه يعني في الجول يعني. تمام. محمد ايه بقى الحكايه؟ شرحنا اللي فات انا اتكلمت فيه، وربما كمان البرامج الرياضيه بقى المتخصصه الكابتن احمد شوبير والدكتور علاء صادق وبقيه البرامج كلمت احسن مننا بصفه ان هم متخصصين، لكن بصفه ايضا ان انت بترأس موقع الكتروني ومتخصص في الموضوع ده. المنتديات والمواقع الجزائريه كاتبه ايه حاليا؟ تمام. اولا قبل ما نبدا في اي حاجه طبعا بنوجه التعازي لحادث التصادم اللي حصل امبارح بين القطارين. صحيح. ودي يمكن هي بدايه مأساويه للحديث بتاع النهارده، لكن فيها جانب ايجابي. يعني مش كل حاجه حصلت حرب. اول ناس اهتموا بالعزاء للمصريين هم الجزائريين نفسهم. ندخل على المواقع والمنتديات الاشهر الجزائريه منزلين تعزيه وتنويه. كلامك جميل. معايا بس تليفون عاجل جدا، خلينا ناخده. الو. طيب نعود الاتصال، ربما ده يكون اتصال دولي فعشان كده ايه اضطرينا ان احنا ناخده. ارجوك اخي المتصل ان انت ايه تعاود الاتصال مره اخرى، ومرحب بيك طبعا في هذه الفقره. اتفضل. فهم فعلا يعني برضو زي ما قلنا في جانب سلبي اللي هي الحروب اللي موجوده الالكترونيه. انت بتقول كلام جميل اللي انت قلته، اعطيناك فيه ان الاخوان في الجزائر، الشعب الجزائري الجميل نزلوا تنويه يعزي الشعب المصري. تمام جميل. شكرا. ندخل بقى الحاله الثانيه. في حاله خوف رهيبه جدا جدا على المواقع والمنتديات والمدونات الجزائريه. دي موجوده وبدات من قبل مباراه الجزائر ورواندا. اول كلمه، انت عمرك ما كنت تدخل على موقع شمال افريقيا بصفه عامه سواء مغرب تونس الجزائر وتشوف حاله الخوف اللي موجوده عندهم. دايما هنغلب وهنكسب وهنعمل وهنسوي. اول كلمه تلاقيها احنا عايزين نتغلب من مصر كام عشان نوصل. دي انت كمصري من جواك بتحس ان انت يعني فرحان ان انت شايف الخصم بتاعك. محمد راضي بيضيف حاله خوف، ده تحليله، ده جميل. تمام. قراءتك هي حاله خوف. اكيد طبعا. تمام.
وخايفين برضو من المصريين، اللاعبين المصريين وتحديدا محمد زيدان. يعني بيقولوا يا ريت يرحم الجواوي، زي يعني جاب هدفين في البرازيل وهدفين في كاميني في الكاميرون، فبيتمنوا ان ربنا يستر. انا برضو مش عاوزهم يعلوا السقف قوي زي قبل مباراه مصر والجزائر، والمدرب قال لك لو خسرت هتذبح ومش لا هروح ده المدرب البيت بتاعهم، وكده لكن اهوت. هم لا، انا بتكلم على احنا برضو مش الجمهور. عاوزين الثقه الزائده تبقى مفرطه زياده عن اللزوم، على ونكسب فكرة واحد في- ولا في نتعادل حاجة. ولا هنا نخسر. في اختلاف. احنا عاوزين نكسب المباراه ونفسيا نتمنى نتعامل طبعاً. معاها صح الصح. فعاوزين برضو ان احنا احنا مالناش دعوه بانفعالات الاخر، وكلامك مهم، بس مالناش دعوه بانفعالات الاخر، ده رايي الشخصي يعني. انت في الموضوع. بتتكلم عن ايه حالتهم دلوقتي الموجوده على المواقع والمنتديات انت الجزائريه. قراءتك ليها كده. هي فعلا كده. طيب ملعوبه. احمد علاء، انت تقرا بقى المنتديات والمواقع المصريه ازاي الاول؟ انت بالنسبه لك بقى الجهه الثانيه. والله المواقع المصريه كلها غالبا في حاله هجوم. يعني احنا هنكسبكم واحنا هنعمل الكلام دوت رد اللي هم عملوه فينا في هناك. انت شغال على النت والمنتديات بتكتب؟ بتكتب ايه؟ بتكتب برضو بتهاجم الجزائريين؟ بصراحه قول الصراحه. لا مش بهاجم، بس بشجع فينا احنا. بتشجع فينا بتشجع فينا بس يعني ما بتشتمش لا، الجزائريين مش بشتمش، وتقلل من شأن المنتخب بتاعهم، او لا، تقول لا، ان ولا- احنا هنكسبكم 20 30 0 حاجه زي كده؟ لا طبعا انا بقلل. يعني ما ممكن اقول هنكسب 20، ممكن نكسب طب ما هو 5 ده- ممكن نكسب كذا، ده- لكن اشتم والكلام ده بس يعني بس ده برضو احمد هنكسب 20 ازاي يعني لا ما اكيد مش 20 برضه. اكيد مش 20. طيب بس احنا واحنا بنعمل الاستفتاء للفقره دي دائما على الفيسبوك في تنويه، جات لي رساله امبارح، واحده مصريه بشكرها، انا معلش مش متذكر اسمك، بتقول الهجوم الجزائري اصبح على الموبايلات المصريه. واحد جزائري بعت لي SMS، وبعد كده لما عرف ان انا كلمني وقال لي هنكسبكم 20 0 ومش عارف ايه. يبدو ان الموبايلات ده الجديد في الايام اخر يومين بدات تدخل في ساحه الحرب النفسيه ما بين الاثنين المتعصبين، مش الشعبين الشقيقين. هم متابعيننا جدا. عايز اقول لك ان هم متابعين الاعلام المصري بشكل غير طبيعي. عندنا قنوات رياضيه كثيره، هم لسه عندهم قناه ظهرت في شهر يوليو الماضي. حتى لو ظهرت انت كمصري شوف كم واحد مصري يعرف اعلامي او اتنين على بعض الجزائريين، لكن هم متابعين كل واحد وبيردوا على كل واحد. وعايز اقول لك ان زي ما كنت بتتكلم على موقع الشروق اللي حصل له هاكينج قريب، ان الكابتن احمد شوبير هيروح قريب اعتقد يمكن الجمعه الجايه ويقدم حلقته او برنامجه من هناك من الجزائر. يا سلام بجد. في حاجه حاولت يعني بدأ ده رائع جدا. انا بشكر طبعا الصديق وزير الاعلام الجزائري عز الدين ميهوبي، لان هو اديب بالاساس وهو صديق بالاساس. هذا الرجل على المستوى الشخصي يحب مصر جدا ويحب الوطن العربي جدا، وواضح في كل تصريحاته. وانا شفت تصريحاته في الجزائر واللقاءات قبل مباراه مصر والجزائر هناك، او قبل مباراه الجزائر ومصر في الجزائر. هدأ الاجواء، استقبل الوفد المصري سواء الصحفي او الرياضي، ونفس الحكايه برضو في الايام الاخيره. ودي يمكن بكمل فيها حاله الخوف اللي انا بدات لك من الاول. اول حاجه في التوبيكات واحنا المستجدات كمان لازم يبقى الموجوده عندنا شويه خوف. ما ده مش ده رايحين نكسب موجود. الجزائر لا دي، انت مش يعني نازل والماتش مش قليل. بس انا آه. بكلمك على الاستقبال. هم خايفين ان احنا نستقبلهم ازاي، وبيعرضوا فعلا جزئيه ايه احنا استقبلناكم ازاي. شفتوا اعملوا بقى معانا كده يعني، ردوا الجميل. طب هم خايفين من استاد القاهره طبعا. قول لي اهم ملاحظاتك على ما كتب في المنتديات والمواقع امبارح والنهارده. المصريه ولا الجزائريه؟ الاثنين. والله بص، في مصر هنا اهو على طول تقريبا عايزين سفاحين في الاستاد، عايزين والله البنات ما تروحش. البنات ما تروحش، عايزين سفاحين. لا بالظبط، عايزين بطاريه في الاستاد، عايزين لا يعني بالعكس، احنا هو ده بقى التعصب اللي ممكن يضيعنا. بالظبط. هم عايزين يعني باللفظ كده عايزين رجاله في الاستاد. اوكي ماشي، يشجعوا 90 مقبول. دقيقه شغالين ما يهدوش. بالظبط زي التراس كده، يعني التراس سواء اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي، 90 عاوزين دقيقه كده. شغالين، حماس. 90 دقيقه عاوزين شغالين. حماس. لكن بالذات في مصر، ماتشات مصر الجمهور اصلا ايه في الاول شويه، اول ما يجيب جون شويه كده، لكن هم في بالذات ماتش عندنا الجزائر عيب في بالذات التشجيع، لكن بالزبط. الجزائر وبعض الدول الافريقيه بيشجعوا بالظبط ال 24 ساعه في ال 90 دقيقه. الله ينور عليك. صح يعني شغالين على طول في الايه في حكايه التشجيع. في الجزائر العكس بقى، عايزين 2000 تذكره للاستاد، وطبعا ده ما ينفعش يعني. 2000 تذكره عاوزين 10000 15,000 تذكره. لا هم 15 تذكره دوت اللي قالوه.
لكن سمير زاهر هو عموما سمير قال- زاهر رحب بيهم وقال لهم هديكم بالظبط. التذاكر اللي انتوا عاوزينها. الله بالظبط كده، هو قال هنديكوا عدد التذاكر اللي انتوا هناك اديتوهم لنا. انا يهمني انت بقى كشاب ونت اكتيفيست، انت ناشط على الانترنت، واضح برضو ان لغه اللغه برضو ايه ممكن تصطاد في الماء العكر. اما تقول هنكسب الجزائر 20-10-0 ده من نوع المبالغه. طبعا مبالغه. وفي عاوزين سفاحين، احنا عاوزين نبقى عقلانيين، عاوزين فعلا نكسب المباراه، مش نقول كلام ونيجي